السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان استفسار حد بيسأل عنه ان انا وانا بغير من علف ناعم لعلف خشن احط مضاد سموم ولا بلاش احط مضاد سموم. هي مضاد السموم ما بيتحط واحنا بنغير من علف لعلف، المقصود بقى من علف شركة لعلف شركة. مثلا انا باكل علف شركة معينة وبغير لعلف شركة تانية، فبالتالي انا محتاج ان انا احط مضاد سموم. لكن لو انا بغير من ناعم لخشن، انا شايف احنا بنجرب واحنا اللي بنعمله، احنا ما بنحطش مضاد سموم يعني. بس لو حطيت برضه مفيش فيها مشكله يعني. انت لو ميعاد الجرعه هي كده بتتغير عند عمر مثلا 18 19 20، بتخلط ناعم على خشن وتبتدي تاكل الخشن عشان ما يحصلش دروب للفراخ. فلو حطيت في الفتره ديت مضاد سموم سقوه او سقوتين مش هتضر بشيء، لكن هي مش اساسي، ده عن تجربه. لكن لو في ناس بقى مجرباها وبتحب تعمل كده مفيش فيها مشكله، فهي ايه، هي مش هتضر، بس هي لو انت حطيتها برضه مفيش فيها اي مشكله. لكن المقصود بمضاد السموم عشان نبقى فاهمين، بس انا بحط مضاد سموم ليه؟ لو انا بنقل من علف شركه لعلف شركه، يعني انا باكل علف معين لشركه معينه وحسيت ان العلف ده مش مدي معايا نتائج كويسه للفراخ، فانا بضطر انقل لعلف شركه تانية. فهنا لازم احط 3 ايام مضاد سموم معايا، بحيث ان انا وانا بنقل، لان دي تركيبه غير التركيبه وخلطه غير الخلطه. انما البادي والنامي والناهي من شركه واحده تقريبا بتبقى التركيبه قريبه من بعضها، هي كلها نقص في البروتين، يعني هي نفس التركيبه لكن ده اقل في البروتين شويه، وده اقل في البروتين اكتر، وده اقل في البروتين وازيد في الطاقه. لكن نفس الشركه ده تمام. وانا كتير انا عملت الموضوع ده كتير في التربيات وما كانش بيحصل مشكله. لكن لو انت عاوز تضيف وتحط مضاد السموم مفيش فيها اي مشكله خالص، ومش هتعمل اي مشكله. حبينا بس ترد على الناس في الموضوع ده بسرعه او الاستفسار ده سريعا يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.